السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في الحلقة 19 من بودكاست فذكر. النهاردة عايزين نتكلم عن حاجة جميلة جدا ومش محتاجة منك أي مجهود، وكمان بترفع قدرك وبتخلي الواحد محبوب ما بين الناس وكمان عند ربنا سبحانه وتعالى. طيب إيه هي الحاجة دي؟ الحاجة دي بتكون في التواضع. تخيل معايا كده، يقابلك حد شايف نفسه أحسن من الكل، بيتكلم مع الناس كأنهم أقل منه، ومش بيعبر حد، وحاسس انه الاذكى والافضل في كل حاجه. هل هتحب تقعد معاه؟ طبعا دلوقتي اكيد اجابتك هتكون لا. انما لو العكس بقى، لو لقيت حد متواضع وبسيط في تعامله، وبيتكلم مع الناس بكل احترام، وبيسمعهم وبيهتم بيهم اثناء الكلام، هتحس بايه وقتها؟ مش هتحبه وتحترمه، ولا هتعامله زي الاولاني؟ التواضع ده مش بس حاجه كويسه، دي عباده لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق كان متواضع جدا، كان بيقعد مع أصحابه وبيأكل معاهم وبيساعد في شغل البيت كمان، ولما كان حد يناديه كان بيلتفت بكل جسمه مش بس بوشه، وده من أدب التواضع والاهتمام باللي قدامه. شفتوا جمال تواضع النبي صلى الله عليه وسلم اللي بنتعلم منه الأخلاق الطيبة في حياتنا، واللي بتخلينا محبوبين من اللي حوالينا. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالتواضع، وقال في القرآن الكريم، قال الله تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. يعني ما تبقاش شايف نفسك على الناس ولا ماشي بينهم بتكبر وتفاخر، لأن الله لا يحب المتكبرين. وكمان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. يعني كل ما تواضعت كل ما ربنا رفع قدرك ما بين الناس. طيب ازاي نبقى متواضعين؟ علشان تكون من المتواضعين في الحياة ويرفع قدرك بين الناس ويزداد حبك عند الله، ابعد عن الغرور، وفكر نفسك دايما ان كل اللي عندك من نعم هي من عند الله عز وجل. احترم الكبير والصغير، وما تفرقش في تعاملك واحترامك ما بين شخص وشخص، وحسن تعاملك مع الكل. اسمع غيرك وخليك بسيط وعلى طبيعتك من غير اي تكلفة او تصنع حتى. ساعد الناس وقف جنبهم زي ما كان بيعمل النبي صلى الله عليه وسلم، وافتكر ان كل ده عند ربنا جزاؤه كبير قوي، وهتشوفه بعينيك في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله. التواضع مش ضعف، بالعكس ده بيخلي الإنسان محبوب عند ربنا وعند خلقه كمان. وكل ما كنت متواضع كل ما الناس هتحبك أكتر، وربنا هيرفع قدرك أكتر ما بينهم. ربنا يجعلنا من المتواضعين ويبعد عننا الكبر والغرور. صلوا على النبي، وما تنسوش تشاركوا الحلقة مع اللي بتحبوهم، فالدل على الخير كفاعله، ويمكن تكون سبب في تغيير قلب حد للأحسن بإذن الله. كان معكم أحمد رفعت من بودكاست فذكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.